أبو راشد، عندي دبل السيارة إذا شبكته وطلعت من النفود وجيت بفصل الدبل يتأخر يعي يفصل، أتبهذل أنا وياه. وش أسباب تأخر فصل دبل السيارة؟ قبل بداية المقطع يا جماعة الخير أتشرف بإضافتكم ومتابعتكم لي على البرنامج الأصفر، فحياكم الله جميعا. الأسباب اللي تخلي فصل دبل السيارة يتأخر معك لازم نعرف أمرين. السيارات القديمة أو النظام القديم للجيوب مثل الفتك مثلا، اللي يجي الدبل له عصا ودينامو الدبل نفسه، يعني يكون ميكانيكي، هذا أمر سهل، هذا غالبا ما يتأخر. بمجرد ما أنك تحرك العصا على قدام يشبك، تحرك العصا مثلا على وراء يفصل مباشرة، يفصل. لكن أحيانا يكون في التأخير لسببين: إما أنك تكون واقف وقفة خطأ بحيث أن الموتر يكون مثلا نازل لقدام أو الوراء أو غير متساوي، فبيكون في ضغط على محاور السيارة فيتأخر عليك فصل الدبل. والحل بسيط، بمجرد ما توقف السيارة على مكان متساوي يفصل معك مباشرة. السبب الثاني اختلاف حجم الكفرات. لو كانت كفرات السيارة حجمها مختلف، واحد أكبر من واحد مثلا، هذا أيضا يتأخر عليك فصل الدبل. لو كان هواء الكفرات في السيارة غير متساوي كذلك يتأخر عليك في فصل الدبل. نجي للنوع الثاني من السيارات اللي هو أغلب السيارات الحديثة، اللي يكون دبل السيارة فيها ضغاط زرار إلكتروني، بحيث أن دينامو الدبل نفسه إلكتروني. هذا غالبا يكون سبب تأخر فصل الدبل، يكون نفسه من الدينامو الإلكتروني هذا، بحيث أنه يكون داخل فيه موية ومجيم، وإذا جيم يتأخر عليك فصل الدبل. ولهذا يفكون الدينامو، بسيط، يفكونه ينظفونه يشحمونه يرجعونه من جديد، يرجع الأمور من أبدع ما يكون. ولهذا أصحاب السيارات الجديدة، سواء اللندات الجديدة، الباترولات الجديدة، البلاتينيوم وغيرها من السيارات والهايلوكسات اللي يكون الدبل ضغاط أو زرار، الأفضل له كل تقريبا شهر يمشيه ما يقل عن 4-5 كيلو معشق الدبل. لابد أن يحرك الدبل سواء داخل نفود أو برا النفود، لابد يتحرك باستمرار، عشان لو كان فيه مثلا صدى أو فيه أي شيء داخل الدينامو يروح مع الحركة.